أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. في الحلقة 46 من سير الصحابة غير المشهورين، مع الصحابي الجليل أنس بن زنيم، صحابي جليل من مسلمة الفتح، أسلم وحسن إسلامه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل ما قالته العرب من المدائح. كان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان من بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. بينما كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وينظم القصائد تلو القصائد في هجوه وذمه وسبه، ينقلب إلى أكبر شاعر منافح عن النبي عليه الصلاة والسلام بلحمه وعظمه ودمه وشعره، أنس بن زنيم. وصل وفد خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستنصره، قالوا له إن أنس بن زنيم قد هجاك يا رسول الله، فنذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فبلغه الخبر فخاف. دخل الإسلام مكة فضاقت عليه الأرض، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، وشفع فيه نوفل بن معاوية وقال: يا رسول الله، انظر لهذه المقدمة من نوفل بن معاوية. يا رسول الله، أنت أولى الناس بالعفو، ومن منا لم يؤذك ولم يعادك، ونحن في جاهلية لا ندري ما نأخذ ولا ما ندع حتى هدانا الله بك فاعف عنه. أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة جميلة معتذرا فيها عما بدر منه من أبيات وقصائد في ذم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في قصيدته ذلك البيت الذي أصغت له مسامع الدنيا لجماله وصدقه، عندما قال: فما حملت ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله، صدق والله. فما حملت ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، أحث على خير وأوسع نائلا إذا راح يهتز اهتزاز المهند. تعلم رسول الله أنك مدركي، وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، ونبي رسول الله أن قد هجوته، فلا رفعت صوتي إلي إذا يدي. رضي الله عنه وأرضاه.